من أصعب المواقف اللي بتمر عليا إني أكون أنا هدية لعروسة إني أفرش لها شقتها. بيكون بالنسبة لي الموضوع ده لازم أكون قد الثقة اللي الناس حطوني فيها، فلذلك الموضوع بيبقى تقيل أوي على كتافي. أهل العروسة دي من هنا، وأنا بعشق ناس هنا، ربنا يعلم الناس دي غالية على قلبي بشكل أنا مشوفتش حد من هنا طلع وحش. كل أهلنا طيبين بالفطرة، يعني ربنا يا رب يبارك لهم في كل حاجة في حياتهم، ناس جميلة. مبدئيا احنا دلوقتي في شقة عروسة وعريس، سواء العروسة أو العريس بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله، اتنين ما يتخيروش عن بعض في الجمال والأخلاق بصراحة ما شاء الله. العريس أنا فرشت الأخت قبل كده، والعروسة كان يعني جيت لها طبعا زي ما قلت لكم هدية ليها عشان أفرش لها شقتها. أولا ربنا يا رب يتمم لهم على خير ويفرحهم في كل حاجة في بيتهم يا رب، يرزقهم الذرية الصالحة ويرزقهم الخير عاجلا ليس آجلا يا رب، ويرزقهم بكل بيتمنوه. زي ما انتوا شايفين ذوق الشقة قد ايه إليجنت وراقي وهادي، ده ذوق العروسة أو العريس قد ايه بسيط. أنا واحدة من الناس بفرح جدا بالشقق اللي ذوقها بسيط. تعالوا كده نتفرج على تفاصيل السفرة ونشوف احنا فرشنا العروسة الحاجة ازاي. فرشنا لها هنا جزء من الطقم الصيني، والضرفة اللي في النص هي في ضرفة ازاز كده بسيطة رصت لها فيها طقم شربات أو طقم كارورة، وتحت طقم كاسات. هي برضو بتحب الرص البسيط العملي اللي هي تقدر تستخدم منه الحاجة وتبقى الحاجة برضو كلها قدامها واضحة. فحطينا جزء من الطقم الصيني هنا وحطينا معاه شنطة المعالق. وبكده ده كان الشكل العام للسفرة. طبعا المفرش اللي كانت جايباه للرخامة كان في منتهى الرقة والشياكة، وكان محطوط عليه شيالة الكحك بمنتهى البساطة. تعالوا بقى نتفرج كده على غرفة الأطفال، تحسوا إن العفش كله ذوق قريب لبعضه، وتحسوا إن الشقة فيها تناغم بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. فرشنا السراير بشكل بسيط جدا وراقي مناسب لستايل العفش بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بسم الله ما شاء الله، ربنا يا رب يهنيهم بكل حاجة عندهم. هنا بقى المفروشات الضرفة دي معانا ما شاء الله كانت مساحتها كبيرة ومتقسمة وحدات كتير. رصنا هنا فيها الحاجة بشكل منظم جدا وبسيط وعملي جدا لاستخدامها، لأن العروسة بتحب البساطة عموما، مش بتحب المبالغة في أي حاجة. فرصت لها فوق اللحافة بتاعة الأطفال وبعديها الملايات، وبدأت إن أنا أرصلها بقية المفروشات كمان الزيادة عن دولاب غرفة النوم. وبكده احنا اتفرجنا على كل التفاصيل اللي موجودة معانا في غرفة الأطفال قد ايه منظمة، والحاجة كلها واضحة قدام العروسة وسهلة التناول وسهل الاستخدام. تعالوا نتفرج مع بعض كده على التويلت. التويلت هنا فيه كابينة كده، وعلى الحوض فيه يونت تحت الحوض حطينا عليها كده الصينية دي وحطينا عليها الفوط بتاعة الضيوف بالشكل ده، بشكل بسيط وراقي في نفس الوقت. تعالوا بقى نكمل مع بعض، ندخل على المطبخ دلوقتي ونتفرج عليه. كان نفسي ان انا اوريكم الاول اوضه النوم والليفينج، لان بصراحه بسم الله ما شاء الله شكلهم جامد. بس هنبدا الاول دلوقتي بالمطبخ. ما شاء الله المطبخ نفسه تصميمه بستايل وكل حاجه برضو كان في منتهى الرقي والشياكه. اولا زي ما انتم شايفين مساحه المطبخ ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله كبيره. كمان بحب قوي دخلة الباب لما يكون في وشها على طول الضرفه الازاز بتاعه النيش، رصناها رصه سيمبل جدا وراقيه زي ذوق العروسه. الحاجات كلها ازاز بسيط خالص، مفيهاش مبالغه ولا فيها تفاصيل ولا فيها الوان، هي ذوقها بسيط. اخر رف بس اللي حاطط لها فيه طقم الشاي ده بتفاصيله كده هو لونه اسود، والفريم بتاع النيش نفسه لونه اسود عشان كده انا حطيته، لكن النيش كله في منتهى الرقه والبساطه. سجادة المطبخ برضو كان ستايلها بسيط والوانها في منتهى الرقي، برضو واخده من روح الرخام بتاع المطبخ نفسه، والسيراميك اللي معمول في المطبخ سيراميك طبعا زي ما انتم شايفين مفيهوش اي تفاصيل، هادي جدا وده بيدي شياكة للمطبخ. المعطر ده عجبتني ريحته جدا ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله. اول ما دخلت الشقة وكانوا هما رشين منه ريحته عجبتني، برغم ان انا بخاف من المعطرات والحاجات الصناعية يعني، بس ريحته كانت مميزة. زي ما انتم شايفين الرخامة كانت بسيطة مش عليها الا الاساسيات او الحاجات اللي هي هتحتاجها على الرخامة. العمود الحلو اللي كان منورنا في المطبخ ده يعني كان عامل معانا أزمة شوية في الظرف، بس هقول لكم احنا حلينا الأزمة دي ازاي وازاي قدرنا نستغل كل ظرفة بالحاجة المناسبة ليها. أولا هنا حطت لها كاسات وحطت لها كوبايات مع طقم يعني شربات فوق، خلت لها الظرفة دي يعتبر لاستخدامها
او للتقديم للضيوف. وتحتها هنا موجود برضو الحاجات الخاصة بالكوفي كورنر. هتطلع هنا الأجهزة بما ان مساحة الضرفة دي كبيرة، وتحتها الرخامة مساحتها كبيرة برضو. حاطط لها هنا طقم العشاء ده مع بعضه كامل، وفوق برضو حاطط لها طقم عشاء كامل. حسيت ان الاتنين مع بعض شكلهم مكمل بعض، بان واحد غامق والتاني فاتح. بالنسبة للضرفة اللي فوق الميكرويف هنا حاطط لها البولات بتاعة الشوربة او مجات الشوربة عموما. الضرفة هنا الأخيرة من جوه خالص حاطط لها كوبايات مية وكوبايات عصير، كوبايات شاي وبولات مع بعض. والجنب ده كنا حاطين فيه كوسترات كده مع القطع بتاعة الكاندي. الضرفة دي حاطط لها فيها صواني الفرن والقوالب والطواجن والقوالب البايركس. الضرفة اللي من جوه كنا حاطين فيها الخزين، لذلك انا مصورتهاش. هنا حاطط لها الحلل، كل درج فيه طقم حلل مختلف عن التاني. هنا خدت لها الطاسات والجريلا مع بعض، يبقى الحاجة سهلة عليها استخدامها وكل حاجة واضحة بسلاسة. لذلك ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله، انا بفرح بالمطابخ اللي مساحتها واسعة، لان ده بيساعدنا ان احنا نرص الحاجة بسلاسة اكتر، غير لما بيكون المطبخ صغير وحاجة العروسة كتير ومطالب مني ان انا ارص كل حاجة. بيبقى برضو الموضوع مش سهل خالص، بيبقى الموضوع لحد ما صعب ان انا اوازن بين ان انا الم كل حاجة وفي نفس الوقت ان تبقى الحاجة منظمة وسهلة التناول. تعالوا نشوف مع بعض بقية الظراف اللي من فوق الأول، وبعد كده نكمل مع بعض الظراف اللي من تحت. في أول رف هنا أو أول ضرفة دي حاطط لها برضو كاسات تقديم للضيوف فيها فريم جولد كده. كل الحاجات اللي فيها فريم جولد خليتها لها هنا في أول ضرفة، سواء استيكانات أو كوباية شاي أو كوباية مية. والكاسات هنا حاطط لها طقم العشاء، وحطيت معاه الكوبايات زي ما انتوا عارفين نحط كوباية مية قهوة شاي. حطيت لها هنا المجات متقسمين على الرفين بكل محتويات الفانيليل عموما او مجات. هنا بقى في الادراج رصت لها رفايع بشكل منظم تقدر تسحب منه الحاجة، والحاجة تكون بالنسبة لها واضحة زي ما انتوا شايفين. كل حاجة في الدرج واضحة جدا. وحطينا تحت في اخر درج الفوط بتاعة المطبخ مع بقية الرفايع. تعالوا نشوف الضرفة دي معانا. في ضرفة كده حرف ال حاطط لها فيها الصواني بتاعة التقديم بالشكل ده. صواني ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله، برضو كلها واضحة. حطيتها كلها بمختلف انواعها زي ما انتم شايفين، منها الخشب منها الستانلس منها حتى الميلامين او البلاستيك اللي هي بتكون استخدام في البيت اكتر. والضرفة اللي جنبها دي برضو ضرفة خزين، يعني بنحط فيها الزيت السمنة، ممكن جزء من كل حاجة في الرفايع بنحطها في الضرفة اللي جنب البوتاجاز. تمام، احنا كده خلصنا مع بعض المطبخ. ربنا يا رب يهنيهم بكل حاجة عندهم، قادر يا كريم يا رب. هنرجع دلوقتي نتفرج مع بعض على بقية الشقة. معانا هنا غرفة الليفينج روم وغرفة النوم. الليفينج روم من اكتر الغرف اللي كانت عجباني هنا جدا في الشقة. قد ايه ذوقها برضو كان راقي جدا وبسيط، ماتشنج الالوان اللي موجودة فيها، ستايل الترابيزة بتاعتها اللي في النص بالانتيكات اللي موجودة عليها رغم بساطتها، الا ان كان شكلها إليجانت جدا وشيك. كان في هنا تحت الشاشة 2 فوتيه وفي نصهم في طقطوقة نفس ستايل الترابيزة اللي موجودة في النص في الليفينج. زي ما انتم شايفين الأوضة هادية جدا وراقية جدا ببساطتها، يعني مش مفيهاش تفاصيل كتير. حتى سجادها نفسه مريح للعين، وانا بحب جدا السجاد الهادي خصوصا في الغرف. السجاد اللي فيه تفاصيل في الغرف بيعمل دوشة مع الملايات والفرش. كل ما بتفرشي فرش فيه ورد وفيه تفاصيل بيبقى مزعج جدا للعين، اما لما بيكون الفرش نفسه بسيط بيبقى ماتشنج مع شكل السجادة. يعني لو انتي جايبة ملاياتك كلها سادة خالص او ستايل اللي هو الفندقي هتبقى جميلة جدا مع السجادة اللي في شغل. عكس كده فيما بعد هتحس ان الموضوع بالنسبة لك مزعج. غرفة النوم لا تختلف عن بقية الشقة ما شاء الله، كلهم تحسهم في تون واحد كده في ستايل واحد. برضو كان شكلها رايق جدا وراقية. حاطين هنا صينية عليها كل البرفانات بتاعتها، والعلبة دي كان المفروض ان هي تقريبا علبة ساعات، انا مش متذكرة بالظبط. بس الادراج اللي كانت موجودة في التسريحة نفسها كانت ادراج كبيرة وعميقة وما شاء الله استوعبت الحاجة بتاعة العروسة بارتياح. في الضرفة دي رصت لها المفروشات الخاصة بغرفة النوم، سواء كوفرتات ملايات فوط. يعتبر اغلب المفروشات اللي هي هتحتاجها اكتر في الغرفة هنا حاططها لها. تحت كان في المنظمات دي موجود فيها اللبس بتاع العريس. لو انتي عروسة ومش بتعرفي تنظمي اللبس بتاعك، انا مش بتكلم طبعا على عروستنا، انا بتكلم في المجمل.
المنظمات اللي زي دي لو حطيتي فيها اللبس هتبين الدريسنج بتاعك راقي وبسيط وهادي، ومش هيبقى فيه دوشة لبس، خصوصا لو انتي مش بتعرفي تطبقي اللبس مظبوط، بس يعني زي المسطرة كده ان يبقى كله مقاس واحد. اعتقد ان موضوع المنظمات ده هيديكي رقي للدولاب بتاعك. وبكده فيديو النهارده معانا خلص. متنسوش تدعوا العروسه والعريس دعوه حلوه من قلوبكم الطيبه، وتقولوا لي ايه رايكم في فرش العروسه، هل كنت قد الثقه اللي اهل العروسه حطوني فيه؟ وبجد كنت سعيده الحظ ان انا كنت معاهم وشاركتهم لحظاتهم السعيده دي في فرش شقه عروستهم. ربنا يا رب يفرح كل عرايس ويتمم لكل عروسه على خير ويفرحكم جميعا حبايب قلبي. مبسوطه جدا بكومنتاتكم الجميله اللي بجد بتدخل السرور على قلبي، وربنا ما يحرمني منكم ولا من وجودكم في حياتي.